من سنتين يا جماعة اتكلمنا عن الحوادث اللي بتحصل عند الدائري الأوسطي بالتقاطع مع الأوتوستراد، رحنا وصورنا ووقفنا على أسباب حدوث الحوادث، واللي هي باستمرار عربيات النقل التقيل بتيجي عند النفق الأوسطي بالتقاطع مع الأوتوستراد وما بتعرفش تدوس فرامل وبتدوس كل العربيات. وكان في مسبب رئيسي من مسببات حدوث الحوادث في المنطقة دي، وإن الطريق عبارة عن منحدر طويل. صحيح هو مش منحدر شرس ولكنه طويل جدا، ولأن عربيات النقل التقيل بتشيل أحمال كبيرة بتفضل تدوس فرامل مدة طويلة طول المنحدر ده في محاولة منها لتخفيف السرعة بسبب القصور الذاتي، والتحميل على الفرامل لمدة طويلة في بعض الحالات للأسف بينتج عنه بعض الأعطال في بعض السيارات، ولذلك بتحصل الكارثة. المشكلة إن قائد السيارة النقل التقيل ساعات كتير بيتفاجئ بعدم قدرته على التوقف أثناء لحظة التوقف، ولو كان شافها بدري أكيد كان هيدخل نفسه في الصحراء عشان يلحق وينقذ الناس وينقذ نفسه بقدر المستطاع. ولأن المشكلة دي بتعاني منها كل دول العالم، حتى دول العالم المتقدم سعوا في اتجاه اللي هم يوجدوا حلول للمشكلة دي بدون اللي هم يقعدوا يتهموا إن سواق النقل شارد أو نايم. وبالفعل وجدوا الحلول، إيجاد ممرات توقف آمنة في نهاية أي منحدر، والممرات دي بتتعمل على عدد من المعايير، منها مسافة وزاوية المنحدر وعدد وكثافات الشاحنات المتنقلة على المنحدر، والنتيجة طبعا زي ما انتم شايفين. وطبعا ما بينسوش العلامات الإرشادية اللي بتدل على الممرات دي، وتعليم وتدريب قائدي الشاحنات على كيفية التعامل مع ممرات التوقف الطارئة، وده طبعا شيء عظيم لمحاولة تقليل الخسائر البشرية. الموضوع ما بيقفش على تعليم قائدي الشاحنات بالممرات التوقف الطارئة دي، ده كمان كل قائد المركبات التانية لازم يبقوا فاهمين مدى خطورة التوقف في الممرات دي، لانه كده تقريبا بيحط راسه جوه بق الاسد. وفي بعض الدول العربيه بتعملها بتكاليف بسيطه جدا، مش لازما بالتكلفه الكبيره. طبعا الدول الكبيره بتوجد اطقم نجده واطقم اصلاح متواجده باستمرار في ممرات التوقف دي. لا وصلوا كمان اللي هم يركبوا اوناس ثابته لرفع الشاحنات اللي بتنزل في المغرز ده، وفي دول كمان بتركب لاسلكي ما بين كل العربيات بيخاطبوا بعض يعني في حاله الطوارئ. كل ده عشان ما يحصلش حوادث بشعه زي الحادثه اللي حصلت عند كارت البلبيس، واللي تقريبا بتبقى متكرره بشكل كبير. ناس كتيره جدا بتشتكي من حوادث الدائري الاقليمي عند كارت البلبيس، بيقولوا تملي العربيات النقل التقيل بتيجي تفرم العربيات الصغيره، وطبعا النهايات بتبقى كارثيه على كل قائد المركبات في المناطق اللي زي دي. اللهم قنا فواجع الاقدار وارحم امواتنا جميعا. ما تنساش تدوس متابعه. ربنا يستر طريقكم. سلام.